السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وفيديو جديد على قناة استاد الأهلي. عندنا مواضيع كتير النهاردة، وعايز قبل ما أبدأ ما ننساش ندعو لإخواتنا في غزة، وندعو لإخواتنا وأهالينا في السودان، ربنا يزيح عنهم الغمة، اللهم آمين. الموضوع الأول اللي هتكلم فيه، الأهلي النهاردة اتمرن تمرينة. امبارح الجمعة اتمرن، وعايز أقول إن إحنا يعني نهاية الموسم، كل الدوريات في العالم انتهت، بس احنا لسه بسبب الظروف اللي حاصله ودي. بس بنحذر آه الجهاز الفني للنادي الاهلي والفريق الطبي ينتبهوا جدا، عشان خاطر في طبعا الموجه الحاره، والنادي الاهلي هيرجع، او اللعيبه الدوليين هيرجعوا من المنتخب على المباريات ورا بعض، تقريبا كل 48 ساعه مباراه، فضغطه شديده على النادي الاهلي. فلازم الجهاز الفني ينتبه، والجهاز الطبي ينتبه جدا. بالنسبة لوسام أبو علي، إصابته اللي كانت مع منتخب فلسطين في مباراته مع فريق منتخب لبنان، دكتور أحمد جاب الله تواصل النهاردة مع طبيب منتخب فلسطين النهاردة السبت، وعرف إنه لم يتم تحديد الإصابة بعد، وإن وسام ما زال موجود في الدوحة. وسام تقريبا هيرجع على القاهرة، ومستنيين بس إن الورم يخف شوية، وبعدين يتعمل له الأشعة. هي إصابة في الكاحل، بس هو اللاعب بعد تواصله مع الكابتن خالد بيبو قال إن الورم بادئ ينزل، فده شيء مطمن إن شاء الله، وتكون الإصابة خفيفة بإذن الله ويرجع بالسلام. والحمد لله، يعني هي مستشفى الأهلي خفيف الأيام دي، مفيش عندنا غير علولو علي معلول حبيبنا، وبدأ طبعا برنامجه التأهيلي. المنتخب عايز اكلم حضراتكم عن المنتخب، وانه الكابتن حسام حسن خايف من الكلاب البرية. الكلاب البرية ده مسمى فريق غينيا بيساو، مش شتيمة لا سمح الله، احنا يعني ما بنغلطش في اي حد. ده الفريق زي فريق الافيال، زي فريق الفراعنة، كانوا مسمين نفسهم الكلاب البرية. ده بيرجع لطبيعة البلد ان فيها الكلاب البرية دي، وكل حد بياخد من طبيعة بلده. فكابتن حسام قلق جدا من فريق غينيا بيساو، واحنا لسه الفرصة قدامنا كذا يوم، المباراة يوم الاثنين، فلازم تجهز نفسك صح، وتجهز خطتك صح، وتدرس الفريق اللي قصادك صح، عشان تعرف تلعب وتلعب الناس اللي جاهزة. واللعيب اللي تحس انه مستواه قليل، ده ما تطولش عليه، يعني ربع ساعة مثلا لاعب حسيت انه مستواه في النازل، او مستواه مش يومه، في لعيب مش يومه، احنا عارفين يعني مش يومه النهارده، ده خلاص خرجه على طول ونزل لحد مكانه. لازم تخلي دم الفرقة دايما جديد، دم الفرقة دايما جديد، لان انت راح بتلاعب ناس وهتلاعبهم على ارضهم، وهم بعيد عنك وانت متصدر، فمحتاجين كل نقطة. انما انت لو عديتهم، انا يعني اقول لك بنسبة 75 ل 80% منتخب مصر صعد ل كأس العالم 2026. فده مهم جدا، عايزين كابتن حسام ياخد باله جدا وينتبه للفريق ده. فرق افريقيا بتتطور يا جماعة، في تطور في فرق افريقيا. يعني احنا شفنا بوركينا فاسو لما كانت بتلاعبنا، شوف الشوط الثاني الفريق عمل ازاي، بقى عامل ازاي قصادنا، فلازم ننتبه للموضوع ده. آه عايز اكلمكم عن الاعلام السويسري، وتعجبوا من مارسيل كولر مدرب النادي الاهلي، وانه ازاي الراجل ده حقق كم البطولات ده في الوقت القصير مع النادي الاهلي. وسالوا آه ياسين البكاري المحلل الاداء التونسي في النادي الاهلي، قال لهم اولا مواصفات في الرجل، ثانيا سيستم الاهلي. مواصفات الراجل ان الراجل
قادر يسيطر على غرفة الملابس، قادر يسيطر على اللعيبة. ثانيا الراجل اجتماعي جدا، علاقاته طيبة، بيقدر يحتوي اللعيبة، علاقاته طيبة مع الجمهور. يعني كان فايلر قبل كده ما كانش بيحب يعني ما كانش يعرف يمشي في الشارع. دلوقتي كولر اظن ما يعرفش يمشي في الشارع برضه، من جماهير النادي الاهلي وحبهم للنادي الاهلي واي شيء له علاقه بالنادي الاهلي. فهم يعني متعجبين وسعداء بالاداء اللي عمله مارسيل كولر. قال لهم كمان ان الاهلي تقريبا عامل زي الساعه السويسريه. عامل زي الساعه السويسريه، بيطبق اللوائح والسيستم اللي هو عامله بكل نظام، والنظام اللي هو عامله بكل انضباط، ومطبق اللوائح على نفسه بشكل منضبط جدا. لان عشان كده ده بينعكس على الفريق، بينعكس على النتائج، لانه كولر ترسف منظومه كامله. هو النادي الاهلي في الفرق التانية احنا عارفين لعيب واحد هو الكل في الكل، مش عارف مدرب هو الكل في الكل، رئيس نادي هو الكل في الكل. انما في الاهلي لا، كلها منظومه، حتى الجمهور نفسه داخل ضمن المنظومه دي. انه ساعات حتى احنا كنا نعترض على صفقات وبعدين نسكت، نبدي اعتراضنا ونقول اعتراضنا وبعدين نسكت لما نلاقي ان الاداره ماشيه في نفس الطريق، عشان نشوف احنا النتائج ايه بعد كده. فنلاقي مثلا الاداره صح فخلاص ندعم الاداره. ده ميزه جمهور الاهلي واداره الاهلي، انه في لينك ما بينهم، في لينك بين الجمهور والاداره. ده اللي انا كنت عايز اتكلم فيه بخصوص مارسيل كولر. في عايز ارجع للموضوع المنتخب تاني، وانه محاوله افساد العلاقه بين الكابتن حسام حسن وامام عاشور. والحمد لله يعني كابتن ابراهيم حسن تدارك الموضوع ورد على الاعلام انه امام عاشور لعيب ممتاز جدا، ما فيش اي مشاكل مع الجهاز الفني. والكابتن حسام يعني كابتن ابراهيم اقصد سعيد جدا بامام عاشور، وانه اللاعب ان شاء الله هيسافر معاهم النهارده كمان. ده اللي انا عرفته ان هو هيسافر معاهم النهارده، فده شيء مطمئن ولله الحمد. عايز اقول لكم كمان انه الكابتن احمد سليمان يطالب بالغاء الدوري. ليه؟ علشان خاطر صالح المنتخب. طب انت يعني بتلزقها في المنتخب، يعني مش عشان صالح الزمالك، انه الزمالك خلاص بعد عن المنافسه فخلاص يلا نفركش؟ هو ده اسمه كلام يا جماعه؟ الدوري المصري، الدوري المصري